كودي رودز عاوز ينتقم من درو ماكنتاير والدور النهائي من بطولة خصم جون سينا الأخير. يلا بينا نشوف اللي حصل في الفرايداي نايت سماك داون. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب ويلا بينا نبدأ الفيديو. بداية عرض سماك داون بأستاذ درو ماكنتاير اللي وصل بعربيته وكان بيتكلم مع نيك ألدس، وكان متضايق جدا نيك ألدس من ان هو لسه موجود، وان هو بيقول له ان انت لسه موقوف ولازم تاخد عربيتك دي وتمشي دلوقتي حالا. ودرو ماكنتاير واخد العربية وبيمشي بيهاجموا كودي رودز مهاجمة عنيفة جدا، ولكن الأمن بيقدروا يحوشوا كودي رودز عن درو ماكنتاير علشان كودي رودز يدخل للحلبة زي المجنون حرفيا، وبيجيب الميكروفون بسرعة وبيطلب ان الموسيقى تتوقف وبيبدأ يتكلم وبيبدأ يطلب بإعادة درو ماكنتاير مرة تانية للدبليو دبليو اي، وبيقول له أستاذ درو ماكنتاير أنت اتعديت على موضع الخصوصية في عيلتي، أنت مجرد صرصار مقيم في الدبليو دبليو اي، وعلشان كده يا نيك أنا بطلب منك إعادة درو ماكنتاير. درو ماكنتاير أنت كسرت القاعدة الرئيسية للمصارعة لما هاجمت المكان اللي مراتي بتنام فيه وبلعب فيه مع بنتي، وفي النهاية هو هاجمني بس علشان مجرد أطماعه الشخصية، فأنا عايزك ترجعه مرة تانية وتحدد مباراة ما بينه وما بينه، ومش هيفرق فين المكان، إن كان في الكنيسة او كان في بيت درو ماكنتاير او حتى هنا على الرينج، المهم عندي ان انا اشوف درو ماكنتاير يرجع مرة تانية. استهدى بالله يا كودي كده، استهدى بالله. كنيسة ايه وبيت درو ايه اللي انت عايز تلعبوا فيه؟ استهدى بالله يا ابني. اهدوا في ايه يا جدعان؟ كبرتوا الموضوع على فكرة. ما هي معروف هتلعبوا ماتش في الرويال رامبل بقانون خاص، نفس عداوة كيفن اونز، يعني مش مختلف قوي، لان حضرتك عندك ماتش في ساتردي نايتس مين ايفنت ضد احد مواهب انكس تي، فانا مش شايف العصبية دي لها لازمة قوي داخل الاتحاد. يعني انتوا عايزين تعملوا من العداوة انها حلوة؟ العداوة دي كل ما فيها هو اهانة لدرو ماكنتاير اللي انا متاكد هيخسر في الرويال رامبل بنسبه 100%، لان احنا عارفين ان خصمك الجاي رومان رينز بسبب اللي حصل في عرض سرفايفر سيريز. ففكوكوا بقى من جو الاشتغالات ده بقى، وماكنتاير هياخد فرصه على لقب العالم ضد كودي رودز. انا عارف ان البرومو حلو بتاع كودي النهارده وانه قدم حاجه مختلفه شويه، ولكن احنا عارفين النهايه، احنا عارفين اخرك يا تريبل اتش في ايه. انت طالما حرقت الموضوع كودي ضد رومان ورومان شايف اللقب ده يبقى افضل على كتفه، يبقى درو ماكنتاير المباراه دي تحصيل حاصل. تريبل اتش من الاخر انتوا هتشوفوا المباراه جامده ولكن النتيجه محروقه ويفوز كودي رودز من دلوقتي. فانا بالنسبه لي عداوه درو ماكنتاير وكودي رودز من اولها لاخرها هي عباره عن تكرار لعداوته ضد كيفن اونز السنه اللي فاتت، مع اختلاف بسيط شويه، هو ان كيفن اونز حس بالاهانه مع ان درو ماكنتاير برضه حس بالاهانه. والله ما فيش اختلاف يا مصطفى، والله تحس ان هي طبق الاصل من عداوه كيفن اونز. واتمنى عداوته مع استاذ كودي ما تنتهيش باصابه درو ماكنتاير زي ما انتهت باصابه كيفن اونز كده. البرومو حلو، الافتتاحيه حلوه، لكن احنا عارفين اخر القصه بتاعت درو ماكنتاير دي ايه، وهي بوخت قوي، علشان كده تقييم للسيجمنت ده 3.5 من 5. المسكين توماسو شامبا اللي عمال يدور على فرصه علشان يلاعب إيليا دراجونوف، كارميلو كده كان بيتمشى خلف الكواليس وبيقول له ايه ده انت اللي هتلعبه النهارده؟ لا مش هيحصل، انا خدت موافقه من نيك ألدس ان انا اللي هلعبه، اللي هو توماسو شامبا. وبعدين بقى في الناس اللي عماله تسرق فرصتي دي، كل شويه واحد يدخل ويسرق فرصتي. مظلوم توماسو شامبا وجرجانو داخل الاتحاد ده. وبعدها على طول بيدخل إيليا دراجونوف وتبدا فقرة التحدي المفتوح، كارميلو هينز ضد إيليا دراجونوف على اللقب، وهنشوف مباراة عنيفة كده ما بين الاتنين، مباراة عنيفة من حيث الأداء لأن الاتنين دول ملوك أداء، وهنشوف مباراة حلوة كالعادة زي السبع مباريات اللي إيليا دراجونوف لعبهم داخل الدبليو دبليو اي. مباراة بصراحة أداها كويس، ماتشها كويس جدا، شفنا ما بينهم مواجهات قبل كده جمعت كتير ما بين إيليا دراجونوف وكارميلو أيام انكس تي، في عرض انكس تي نو ميرسي، عندك برضو في عرض انكس تي كان في الليلة التانية العرض اللي هو كان خاص بالهالوين، وشفنا عرض ما بينهم في عرض انكس تي تحت شعار ذا جريت امريكان باش. فبصراحه احنا شفنا ما بينهم سلسله مباريات محترمه بصراحه، فانا متحمس جدا للمباراه دي. مباراه اداها خرافي ما فيهاش بوتشات، وده اللي بيعجبني في المباراه دي. ما كانش ينفع كارميلو بصراحه يخسر مرتين ورا بعض، فدي بصراحه نعتبر بناء ورجوع نقطتين للخلف. ما تحاولش تبني في مصارع وترجعه مرتين تاني للخلف. خسارته ضد إيليا دراجونوف النهارده خساره محزنه بصراحه، ولكن بسبب تدخل توماسو شامبا فممكن نقول ان الخساره ديت كويسه شويه، لان كده الدبليو دبليو بتبني العداوه ما بين توماسو شامبا وإيليا دراجونوف. المهم ان بعدها ان إيليا دراجونوف فضل متضايق جدا من اللي حصل ومن طريقه الفوز اللي هو فاز بيها، وكان عايز يشوف طريقه علشان يعيد بها الماتش. يا اخي كفايه كرم اخلاقك وجدعنتك دي. المباراه كانت حلوه، نهايه المباراه كانت حلوه، تقييم للمباراه 4.5 من 5، ونشوف اللي بعده.
ونيجي بقى خلف الكواليس مع اللي وصل للنهائي الميجا ستار ال نايت. بيقولوا ان هو مهتم جدا ان هو يكون اخر خصم لجون سينا، وهو اللي ينهي مسيره جون سينا داخل الاتحاد. وبيقولوا ان جونتر بطل قارات وبطل عالم سابق، ولكن ال نايت قوه لا يمكن ايقافها. مباراتك معاه مش هتكون زي اي مباراه تانية، والكل هيقول ال نايت. ما علينا من الكلام اللي انت بتقوله، ولكن انت ما واجهتش جونتر قبل كده. المشكله ان جونتر على الحلبه نفسه طويل جدا في المباراه، فعايز واحد نفسه طويل عشان ياخد ويدي معاه، او عايز حد زي جي اوسو. يا اما تبقى عبيط يا اما يكون نفسك طويل. وانت يا استاذ ال نايت للاسف انت مصارع محترم، مش هتقدر تصمد ضد الوحش ده. ونيجي برضو خلف الكواليس بنلاقي استاذ كودي رودز كان متعصب كده، فنيك الدس بياخده المكتب بتاعه يتكلم معاه، وبنتفاجئ بوجود بطل الانكس تي ريكي، وبطل الانكس تي السابق الوحش والدبابه البشريه القادمه للاتحاد اوبا فيمي، اللي عندهم ماتش بكره مهم على لقب انكس تي، والفايز منهم هيواجه كودي رودز في عرض الساتردي نايتس مين ايفنت كفرصه لابراز مواهب انكس تي. المباراه اللي هتتلعب في ساتردي نايتس مين ايفنت لا هي هتكون على لقب انكس تي ولا على لقب الاندسبيوتد تشامبيون، هي مجرد مباراه لاظهار المواهب. وبصراحه هي فكره غريبه جدا من الدبليو دبليو انها تعمل مباراه زي كده في عرض تحت شعار ذا لاست تايم از ناو، اخر عرض لجون سينا. هو شكله بنسبه كبيره هيبقى عرض لتكريم الشباب كلهم، حتى لو كان الخصم الاخير فالخصم الاخير هيفوز على جون سينا شكله بنسبه كبيره. فريكسيان بقى بيبقى عايزين ينتقموا من الدي اي واي، وكانوا بيتكلموا مع نيك الدس، وبعدين بيدخل دراجونوف يبقى متضايق جدا من توماسو شامبا، وبيقولوا ان هو عايز يلعب توماسو شامبا العرض الجاي. ونيك الدس بيقولوا انه هيحدد لهم مباراه في سماك داون القادم، وبعدها هيكون فاضي لفريكسيان. وبعدين نلاقي تدخل من عصابه الام اف تي. تاما تونجا بيقف في وش إيليا دراجونوف، وبعدها عمال يهدد في إيليا دراجونوف بقاله كتير، وكأن الدبليو دبليو بتقول لنا موضوع توماسو شامبا ده نسوه، مباراه تسليكيه كده هيخسر فيها إيليا دراجونوف، وبعدها تبدا عداوته مع استاذ تاما تونجا، وتاما تونجا ياخد منه اللقب. هو ده اللي شارحه نفسها، هي كده شارحه نفسها قوي يا استاذ تريبل اتش، مش بقولك انت اخرك باين. علشان يدخل الام اف تي اللي انتصروا على فريق سامي زين في العرض اللي فات، وعايزين يردوا على تدخل الوايت 6. وبعد ما دخل سولو للرينج بدا يقول انا قلت للكل ان احنا هنتعامل مع مشكله سامي زين، وان العيله اللي هي لازم تدفع فواتير سامي زين عيلتنا احنا، ودلوقتي انا بحب اقول لعيلتي ان احنا لازم نفكر في شويه امور تانية، او بالاخص لازم نفكر في الوايت 6. سولو بيتوعد للوايت 6 باخذ القاب الفرق منهم، واخذ كل احلامهم وكل الفرص الخاصه بيهم علشان بس فكروا يعبسوا مع شجره العيله. سولو بيقول للعم هاودي انت كل اللي كان يخصك هنا انك بتنظر للسماء، وانت فاكر ان كل اللي موجود دلوقتي ده ملك ليك، بس اللي انا عايز اقوله لك ان كل اللي معاك ده هيكون ليا. انا هنتزع كل حاجه منك حتى الذكريات بتاعتك، وكمان هثبت للعالم كله انك ما تستحقش حمل اسم وايت. انا عايزك تفكر في الامر شويه يا هاودي، عايزك تفكر بشخصيه بو دالاس، بو ليف. حته حلوه فعلا من سولو ساكوا ان هو يذكر كلمه بو ليف، كلمه بو دالاس في الماضي اللي كان بدا بيها في مسيرته داخل الدبليو دبليو، اللي هو بيحاول يظهر حقيقه العم هاودي. انت مجرد بو دالاس مش اكتر، عمرك ما هتوصل لارث بري وايت، عمرك ما هتوصل لمكانه بري وايت، انت مجرد اسم بدون اي معنى. ده ملخص كلام سولو، والفكره وما فيها في كل كلام سولو النهارده انه بصراحه على المايك حلو قوي. انا عجبني فعلا سولو على المايك النهارده، بيحاول يعمل عداوه لها قيمه ما بينه وما بين الوايت 6، لان انا لحد دلوقتي مش فاهم طبع العداوه، ولو هم عشان 5 ضد 5 فاحنا هنشوف عداوه كويسه. مش مهم، بعدها بتنطفئ الانوار وبتشتغل موسيقى الوايت 6 وبيظهروا، وبعدها بيظهر من خلف سولو انكل هاودي، وبعدها بيبدا بقى الضرب بقى والعجن والمعمعه الكبيره بقى. الام اف تي والوايت 6 بيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيفضل في الاخر العملاق ايريك روين والعملاق تالا تونجا، وايريك روين بينجح ان هو يخرج تالا تونجا بره الحلبه، وسولو بيسحب فريقه، والوايت 6 بيبداوا يبصوا لهم، والدبليو دبليو بتطبخ مباراه كبيره ما بين الاثنين، نهايتها هتكون في عرض سماك داون. يوم ما الدبليو دبليو تتزنق هتحطها في ساتردي نايتس مين ايفنت. بس الفكره في قانون المباراه اللي هيتلعب، هل هيكرروا نفس قانون مباراه سامي ضد سولو؟ اتمنى ان احنا نشوف فكره جديده ما بينهم، او احنا نشوف اولا فرصه على القاب الفرق ما بين الفرقتين، ونختمها مثلا بمباراه ختاميه ما بين الاثنين في اخر عرض لسماك داون من راس السنه مثلا. انا خايف الدبليو دبليو تستمر بالعداوات دي لحد 2026. انا ما بقتش قادر اكمل في الحاجات ديت، انا عايز اشوف سولو في حاجات جديده. الوايت 6 للاسف انا خلاص شغفي مات بيهم تماما، زي ما هم موتوا القاب التاج تيم. فقره عبثيه جدا، تقييمي لها 3 من 5، ونشوف اللي بعده. المين ايفنت الفاينل بدخول الميجا ستار ال اي نايت ودخول الرين جنرال جونتر. خلاص
الدبليو دبليو على وشك انها تحدد اخر خصم في مسيره جون سينا. يا اما مصارع نفسه ياخد فرصه زي ال نايت وبيحاول يثبتها بقاله سنين، يا اما مصارع زي جونتر اخد فرص الدنيا والاخره من يوم تصعيده للعروض الرئيسيه. لقبين عالم، اعظم مصارع حمل لقب القارات في التاريخ، وعنده فرصه ذهبيه ان هو يواجه جون سينا كخصم اخير. الماتش بدا ما بين الاثنين والسيطره كانت كويسه. ال نايت بدا بالسيطره على المباراه ثم جونتر استعاد المباراه. ماتش مشي فضل خد وهات، هات وخد، كان ماتش حلو بصراحه. ال نايت فاجئني بالاداء الجبار بتاعه، ان هو عايز مصارعين تقال قدامه علشان يعرف يقدم مباراه كويسه. فاجئنا حتى ال نايت وعمل الايه على طريقه جون سينا، والماتش فضل ماشي حلو جدا ما بين الاثنين. جونتر رجع السيطره مره ثانيه وحب يكسب، عمل كذا ايرش ويب من على الكورنر على ال نايت وكان حابب يكسب بعد باور بومب، ولكن ال نايت فلت منها. ال نايت فاجئ الكل وعمل بي اف تي على جونتر وعد 1-2، ولكن جونتر حط رجله على الحبل علشان المباراه ترجع مره ثانيه. جونتر بيحاول يعمل السليبر هولد ويخضع بها ال نايت، ولكن ال نايت كان بيقوم منها في كل مره لحد ما جونتر قلبها بحركه عكسيه وكانها شبيهه كده للاس تي اف نوعا ما شويه، وفضل ماسك ال نايت حبه حلوين لحد ما في النهايه ال نايت بيفقد السيطره على نفسه وبيستسلم، وجونتر بيصبح الخصم الاخير ضد جون سينا. ماتش بصراحه من حيث الاداء ياخد 5/5، من حيث دفن ال نايت ياخد 0/5، من حيث كميه الدفعات الاوفر لجونتر ياخد برضه 0/5. ولكن الاشاعات دي طالعه من بعد عرض راس البلوز. كلنا عارفين ان جونتر كان هيبقى الخصم الاخير، بس ما كانش عندنا دليل نكذب بيه تريبل اتش، وبالفعل جونتر هيكون اخر خصم لجون سينا. جونتر قال اخر كلمتين له بعد ما العرض انتهى انه بيتوعد لجون سينا، وان الشخص اللي بيقول على نفسه طول عمره نيفر جيف اب هيستسلم في العرض الجاي. تخيل جون سينا اخر ماتش له ضد جونتر الماتش ينتهي ان هو يفقد وعيه او هو حتى يستسلم قدام وحش زي جونتر. حاسس ان مباراه بروك ليزنر هتتكرر مره تانية، بس المره دي هتتكرر باهانه اكبر. مش واثق جدا في الدبليو دبليو على اللي هي بتقدمه، لان جونتر حاليا بصراحه بالميت يقدر يكسب جون سينا، بس تخيل شخص استسلم لجي اوسو يخلي جون سينا يستسلم. انا عارف ان جون سينا استسلم زمان ايام كيرت انجل، ولكن تخيل بعدها فضل مسيرته قد ايه داخل الحلبه ايده ما استسلمتش، ويوم ما يستسلم على ايد جونتر. انا مش بهين في جونتر، انا من الناس اللي بتحب جونتر جدا، ولكن انا شايفه بصراحه ما يستحقش ان هو كان يكون الخصم الاخير لجون سينا. ال نايت كان يستحق بصراحه، او كان هيبقى مقبول شويه. الدبليو دبليو بتدفن في ال نايت، اتمنى انها تكون عندها خطط جديده لال نايت تحاول تبرز قيمه ال نايت سواء على المايك او تحاول تخليه يخش في بصوره المنافسه على القاب العالم. وليه لا ما يكسبش الرويال رامبل؟ ما العبيط كسبها السنه اللي فاتت. ماتش حلو بصراحه من حيث الاداء، من حيث التوقعات فهو كان متوقع جدا فوز جونتر. فانا هقيم الماتش بصراحه ب4.5/5، لان انا مش راضي عن جونتر. لو كان ال نايت اللي فاز كنت ممكن ادي الماتش ده 5/5 مستريح. يوم الاثنين الجاي باذن الله هنعمل حلقه ونتكلم عن مباراه جونتر ضد جون سينا، وخلاص سلسله افضل 10 مباريات، افضل 10 مصارعين، اسوء 10 مباريات، اسوء 10 مصارعين، سلسله تقييمات سنه 2025 هتبدا من الاسبوع ده ان شاء الله. اما بقى عن عرض سماك داون النهارده، فبصراحه عرض سماك داون النهارده كان كله اعلانات. الدبليو دبليو كل ما بتتزنق بتخش باعلان، كل ما بتتزنق بتخش باعلان، فده ضايقني جدا في العرض وهنقصه عشانه. تقييم عرض سماك داون النهارده يستاهل بصراحه 6.5/10. وبس كده يا شباب في الدنيا، ده كان فيديو النهارده. ما تنساش تتابعنا على صفحه الفيسبوك وتتابعنا على حسابات الشخصيه الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. كان معاكم مصطفى محمد، واحلى سلام.